أثار إعلان زيارة وزيرة المواصلات الصهيونية ميري ريديف إلى المغرب المقررة بين 18 و20 فبراير 2025 للمشاركة في المؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية موجة من الغضب في أوساط المغاربة. الزيارة تأتي في وقت حساس بعد فترة قصيرة من العدوان الصهيوني الأخير على غزة والذي أسفر عن آلاف الضحايا الفلسطينيين، ولهذا يخطط العديد من المحامون والنقباء لتقديم شكاية لدى محكمة الاستئناف في الرباط مستندين إلى ما وصفوه بجرائم الحرب التي ارتكبتها الحكومة الصهيونية بحق الفلسطينيين. وتعد ريديف من الشخصيات المثيرة للجدل في السياسة الصهيونية، حيث يشتهر عنها موقفها المتطرف تجاه العرب والمسلمين. فقد سبق لها أن أطلقت تصريحات عنصرية من بينها وصف الأذانب نباح كلاب محمد، ودعت إلى تطهير فلسطين من العرب. كما أنها كانت من المؤيدين البارزين للعدوان الصهيوني على لبنان في عام 2006، حيث شاركت بشكل مباشر في العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين واللبنانيين. تنتمي ريديف إلى حزب الليكود اليميني المتطرف، وكانت قد شغلت منصب المتحدثة باسم جيش الاحتلال الصهيوني، كما كان لها دور بارز في مراقبة وسائل الإعلام العسكرية، ولديها تاريخ طويل في الخدمة العسكرية، حيث خدمت في الجيش الصهيوني لمدة 25 عاما، وحققت إنجازات بارزة بما في ذلك الوصول إلى رتبة عميد، مما يجعلها واحدة من النساء القلائل اللواتي وصلن إلى هذا المنصب الرفيع في الجيش الصهيوني. كما يذكر أن ميري ريديف قد أثارت الجدل أيضا في مناسبات ثقافية، حيث ظهرت في مهرجان كان السينمائي بفستان مثير، مما زاد من انتقادها في وسائل الإعلام الصهيونية والعالمية.